عاصمة صنعاء. شكرا لك يا ربي على نجاة الأب القائد، وأيضا على سلامة بقية الوزراء والذين تم استخدامهم في ذلك الجرم الغادر في جامع الرئاسة بصنعاء. إذا سأكون معكم بالصوت والصورة هنا في الشارع اليمني. سنكون أنا وزملائي في أرضكم الميدانية الأخرى ننقل لكم نبض الشارع اليمني وهو مرتاح وسعيد ومستبشر خيرا على سلامة الأب القائد. إذا سأكون معكم أنا وبقية زملائي فريق الطاقم الميداني لقناة اليمن الفضائية في هذه التغطية المتميزة والرائعة والتي تعبر عن فرحة هذا الشعب بشفاء الأب القائد. سوف نكون معا نشارك أبناء هذا الشعب فرحتهم بنجاة الأب القائد وإلقاء كلمته والتي أسعدت جميع أبناء الشعب اليمني. إذا كونوا معي في هذه التغطية. أولا الحمد لله على سلامة الأب فخامة رئيس الجمهورية، والحمد لله أن هذه البشرى جبت إلى أبناء الشعب اليمني كامل قاطبة، لأنه كان منتظر هذه اللحظة التي صبر الأيام التي حسب الأيام لها سنين. فنقول هذا هو الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه يعبر عن فرحه وبهجته وسروره لأنهم رأوا وسمعوا كلام رئيس وخطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله. كما تشاهدون الألعاب النارية، نحن هنا في أحد المرتفعات في صنعاء برجالها بنسائها بأطفالها بأشجارها بأحجارها، كل شيء جميل في صنعاء وجميع محافظات الجمهورية فرحين سعداء مستبشرين بشفاء الأب القائد. شاهد هذه اللحظات الرائعة والجميلة. على سلامة فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه ولي أمرنا الرئيس علي عبد الله صالح. وأقول بهذه المناسبة السعيدة يشاهدوا أمامهم كيف فرحة الشعب اليمني كافة من صعدة إلى المهرة إلى حضرموت يعبر عن هذه الفرحة السعيدة. ونقول لإخواننا في القاع المشترك شيدوا غيظكم فالذي تنادون به أن الرئيس كلمات لن يموت وسوف يعود إلى بلادنا وسوف نحضر بأحضاننا وسوف يعود قريبا إن شاء الله. الحقيقة استبشرنا خيرا، وكان الرئيس في وضع جيد وصحة جيدة، وكانت كلمته مؤثرة في نفوس اليمنيين والعرب والإسلام والعالم جميع. ألقى كلمة مؤثرة
تدل على تماسكه، وكان يظهر عليه رباطة الجأش والشجاعة الذي أبداها، كما أنه بصراحة استطاع أن يكسب حتى أعدائه، وأن أعدائه الآن متوارين خلف الأستار. أنا لا أقدر أوصف بما هو يكن في قلب كل يمني، وبالذات هذه الليلة عندما سمعنا فخامة رئيس الجمهورية أداء الكلمة الرائعة الذي أثلجت كل قلب. اليوم يوم عيد كل الأعياد، اليوم هو يوم نصر كل اليمنيين. اليوم ولد الشعب اليمني من جديد المحب للقائد الرمز المشير علي عبد الله صالح. ومن هنا أشكر ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهد الأمين حفظهم الله على الرعاية الكريمة لفخامة الأخ الرمز المشير علي عبد الله صالح. وأنا عاجز عن تعبير، لأن ما حصل اليوم أثلج صدور جميع اليمنيين والمحبين في العالم للقائد الرمز. والله شعور لا يوصف، وفرحتنا كبيرة جدا بظهور قائدنا وأبونا ورئيسنا وحبيبنا المشير علي عبد الله صالح. وصدقني لا أستطيع أن أصف شعوري. نحمد الله على عودته، على شفاء الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، ونتمنى له العودة في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. والله شعورنا مرتاحين تمام للآخر. أصف شعوري بكامل الفرح والسرور ورغم كل الحسود وكل الأمراض وكل الحاقدين، وسوف يرجع علي ويظل علي حتى آخر قطرة من دمائنا. ونحن نقول له الحمد لله على سلامتك يا فخامة الأخ الرئيس، وسوف نظل معك حتى آخر قطرة من دمائنا، ونعاهد الله ونعاهدك أن نحن نكون معك وإلى جانبك إن شاء الله. أقول للمشترك والدعاة الردة والانفصال موتوا بغيظكم، الرئيس سيرجع يحقق ما تم ما أردتوا أن تهدمونه، والشعب هو صاحب القرار بالأول والأخير ولا يحق له تحديد المصير، والشعب يريد علي عبد الله صالح حتى الموت حتى آخر قطرة من دمائنا. الحقيقة شعور يعني شعور فياض عند يمكن وصف هذا الشعور. يعني الحمد لله على سلامة الأخ الرئيس القائد المشير علي عبد الله صالح، ويعني هذا أمل وطموح الشعب اليمني كامل بأكمله. يعني ليست فرحة يعني أحد بعينه، ولكنها فرحة الشعب اليمني بأكمله إن شاء الله. باسمي وباسم شباب الجمال على الأشقاء الذي يعملون جد واجتهاد، والذين يبذلون كل بأرواحهم وأبنائنا وأخواننا وكل ما نملك. الحمد حتى يرضى، ولا الحمد بعد الرضا، ولا الحمد إذا رضى على خروج الرئيس وشوفته بألف سلامة. الحمد لله نشكر على من قام أوله الله تعالى، ثم الملك عبد الله، ثم من قام منه ومن أعوانه، ونشكرهم. ونحن جايين اليوم نعبر كلمة تعبر بها حارات وجميع حواري صنعاء، ومع ذلك نؤكد على أن الشعب اليمني معه سوف يكون رجالا ونساء وشبان وأولادا وصغارا وكبارا. صراحة شعوري ما أقدر أعبر والله عليه، فرحة كبيرة كبيرة كبيرة. شعورك بعد أن قال فخامة الرئيس كلمتين من وسط الشعب يعبر عن نفسه، الشعب يعبر عن نفسه. هذا وقد لقيت كلمة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله اهتمام جميع وسائل الإعلام المختلفة، حيث